ازاي يفوت الفيل في خرمك بس يا إبرة؟ يعني انت جامدة قدها وقدود، ولا العبيط ساعة الغلط خبرة؟ قالت ما تجرحنيش بسؤالك المحتار، كم ذا بمصر معضلة وحمار، والفيل يفوت مطرح ما هو عايز، الفيل في كل زمان وفي كل بيت جايز، وانتوا يا اهل الدار بالمعجزات ادرى، ما المجلس العسكري خايف على الثورة. عاش الملك، عاش الملك ماشي، يبقى الشريف والشرطة والحاشية. عاش الملك طول ما الحياة ماشية، الدم الازرق ابوه وامه من الاناضول، والترك والانجليز بقية الزفرة، وانتوا يا اهل الدار بالمعجزات ادرى، ما المجلس العسكري قلبه على الثورة. مات الملك يهتف لبكباشي، لو قالوا عربية مصر عربية يركب يسوق فيها، الراية تصبح عقال والنجمتين فيها، يطلع له عم وخال من تونس الخضرة، وانتوا يا اهل الدار بالمعجزات ادرى، ما المجلس العسكري غيران على الثورة. في الانفتاح يفتحها على الاخر، كله انشكاح وسيجاره نوع فاخر، ساعة الكلام عن غزة يتاخر، يبقى الدولار والسلام والمنطقة الحرة، وانتوا يا اهل الدار بالمعجزات ادرى، ما المجلس العسكري محموق على الثورة. قالك عبور وعاش عليها سنين، والسجن للشاذلي زي العبور يسمنوه 30، حتى اسألوا العدلي حكيم عرب، والمدام الشورى والقدرة بتخاف على النسوان ومزوقة القبرة، وعياله يبقوا غيلان ونايبهم الهبرة، وانتوا يا اهل الدار بالمعجزات ادرى، ما المجلس العسكري محرور على الثورة وقعد على الباب، والمخبر المفتري ضحية غلبانة وعنده عتاب، والصليب في بلاده اصبح يفطط الاضراب، وشيخ فشيخ شايل صورتها وهي لابسه نقاب، والدين صبح ارهاب والبلطجي اهله، وكان بمصر يا ليل من معضلة وحمار. يبقى ما تجرحنيش بسؤالك المحتار، ازاي يفوت الفيل؟ سيف القضا غدار، الظلم والمظلوم عايشين سوا في الدار، والفيل اكيد موهوب اسمه مع الثورة جوه التاريخ مكتوب، زي العيا والدواء والقلة والكترة، وفي قلب كل بريء طالع على سويسرا، يا اهل مصر نكون سوا قدرة، الفيل يفوت في العين لو غمضت مرة، ومصر ترجع بور لو دبلت الثورة، ومصر ترجع بور لو دبلت الثورة.